احتفالها باستقلالها بحضور طبعا كتير جدا من الرؤساء والملوك العرب، وايضا وصول فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم النهارده صباحا للعاصمه الجزائريه بدعوه طبعا من دوله الجزائر في القمه العربيه اللي بعنوان لم الشمل العربي. هنعرف اكتر تفاصيل من خلال ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو صباح القاهره مع الاستاذ احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. اهلا بحضرتك استاذ احمد، صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحقيقه القمه العربيه الاول كانت متوقفه 3 سنوات بسبب ظروف عالميه وازمات، يعني مثلا موضوع كورونا وازمات اخرى. برضو العالم لازال بيمر بازمات وحروب، حرب الروسيه الاوكرانيه، يعني احنا مش عاوزين نقول عليها هي حرب، مش هقدر اقول عليها ازمه قوي، هي فعلا حرب وفي انتقل الصراع بالظبط صراعات من مستوى ان هو يبقى عمليه عسكريه الى حرب بالزبط. حاليا شامله. صحيح. بالرغم من ده ولكن الدول العربيه حريصه برضو ان يكون في قمه عربيه وبعنوان لم الشمل العربي. القمه دي حضرتك يعني شايف ان هي فعالياتها هتتم ازاي؟ القضايا، اهم القضايا والتحديات اللي بتواجه الدول العربيه، طبعا في دول عربيه كتير جدا بتواجه ازمات ومشاكل كبيره وكارثيه. صحيح. ولكن بقدر الامكان بنحاول عايزين برضو نرسخ فكره الوطن العربي وليس الشرق الاوسط كما يقال صحيح في الغرب. صحيح. هو طبعا في البدايه خلينا نتفق ان طبعا القمه العربيه في الجزائر هي امام مسؤوليه تاريخيه. صحيح. وامام كمان مسؤوليه اخلاقيه. طبعا على اساس انه القمه العربيه جايه في وقت صعب جدا، العالم كله بيمر بظروف قاسيه للغايه، في نوع من انواع التحولات الدوليه والاستقطاب العالمي الكبير جدا، جراء طبعا جائحه كورونا اللي هي يعني هددت البشريه كلها وغلقت المطارات وتوقفت الاقتصاديات، العالم كله تاثرت بيها، بالاضافه الى انه اعتى المنظومات الصحيه في جائحه كورونا للاسف الشديد ان هي وقعت وانهارت في اثناء الوباء. كل ده طبعا كان له تاثيرات سلبيه جدا. ده كان سبب التأجيل من 2019 تقريبا ل 2022 بالنسبة للمؤتمر القمة العربية انه ما يعقدش على مستوى القادة. صحيح. لكن فوجئ العالم بأزمة أكثر شراسة ألا وهي الأزمة الروسية الأوكرانية. وطبعا من تداعياتها للأسف الشديد موجة التضخم الكبيرة اللي هي طالت كل الاقتصاديات العالمية، وللأسف الكبير ان اللي بيتأثر بيها أكتر هم الاقتصاديات الدول النامية اللي هم الدول الفقيرة. كل ده طبعا الوطن العربي ليس بمنع، وبالتالي القمة العربية الآن وفي الوقت ده مع ان الدول العربية غنية ومليانة موارد بس مش طبيعية. كلها طبعا، وللاسف طبعا هي يعني عندهم كمان للاسف فكرة اهدار الثروات العربية والموارد صحيح. الطبيعية صحيح. بطريقة مختلفة. مزبوط. وبالتالي اصبح القمة العربية الآن امام هذه المسؤولية ان هي ازاي تقدر ان هي تتدارك هذه الازمات، وان هي تقدر تحمي المواطن العربي من التداعيات السلبية للاسف شديد جدا اللي هي طالت عدد كبير جدا من الدول العربية. مزبوط. وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن وقت مهم جدا جدا. بنتمنى وبنأمل ان القادة في القمة ان هم يقدروا يتجاوزوا كل الخلافات يا فندم، لان حال تجاوز الخلافات انت كده بتتكلمي عن لم الشمل اللي هو عنوان القمة، وحال تجاوز الخلافات انت كده بتتكلمي على مواطن او مواطن التقاء. في الحالة اللي زي كده نقدر نتكلم عن حل سياسي او مسار دبلوماسي او مسار سياسي لحل كل الازمات. لان انت للاسف الشديد كمان القمة جاية في ظل يعني تمدد للصراعات في اكثر من دولة عربية. حضرتك صحيح. بتتكلمي عن سوريا وما أدراك ما يحدث في سوريا الآن، حاجة يعني فوق الخيال وفوق الوصف. الوضع هناك مزري جدا. للأسف الأمم المتحدة وفقا لتقديراتها وفقا للأرقام الأخيرة بتتكلم على إن في يعني كارثة جوع بتهدد للأسف السوريين حاليا، لأن طبيعي جدا بلد فيها صراعات فيها مع إن سوريا طول عمرها عندها اكتفاء ذاتي طبعا، لكن ما يحدث فيها الآن من حروب وما يحدث فيها الآن من أفعال الميليشيات المسلحة ده كان له طبعا تأثير كبير جدا في ظل زي ما احنا بنقول ان التداعيات السلبيه على الاقتصاد. صحيح. حضرتك بتتكلمي عن ليبيا واللي بيحصل بقى في ليبيا حاليا اتحولت ونهب ثروات ليبيا، طبعا اتحولت الى مركز سلاح عالمي لبيع السلاح العالمي في ظل الميليشيات اللي موجوده وفي ظل التصارع اللي بقى موجود حاليا في ليبيا. انت بتتكلمي عن حكومتين في ليبيا دلوقتي، ما هوش حكومه واحده. صح. حضرتك كمان لو رحت اليمن هناك الجماعه الحوثي هناك مسيطره بسياسه الامر الواقع. صحيح. وبالتالي الوضع هناك اقتصاديا صعب جدا. الصحي كمان صعب جدا. بتتكلمي ايضا عن السودان الوضع هناك يعني في اضطرابات سياسيه كبيره جدا وفي مشاكل. السودان اخف
حاجة من اللي لكن حضرتك قدام يعني. خطر الامن الغذائي. أيوة. للاسف. السودان. طبعا السودان الامن الغذائي الامن خطر. الغذائي السودان اللي الوضع كانت بتدي وعندها لكل اراضي الدول. شاسعه سبحان جدا الله. في الزراعه وخلافه. بتتكلمي طبعا على الاضطرابات السياسيه اللي موجوده في العراق، واحنا شايفين حاليا الازمه قد ايه، وقعدوا حوالي سنه ولسه بيحاولوا. ولبنان برضو لسه في ولبنان أزمة. الفراغ الدستوري بالظبط. اللي موجود بسبب صحيح. المشاكل للرئيس. كل هذه الازمات يا فندم امام المؤتمر القمه العربيه القضيه الفلسطينيه دي تحدي لوحدها اللي كبير. هي التحدي ده اللي بقى له التحدي الصراع الاخطر بقى له ده. سنوات. طبعا انت بتتكلموا فوق 70 سنه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. لكن للاسف الشديد كمان ان احنا لما بنيجي نتكلم عن الصراع الفلسطيني يا استاذه، بنتكلم على فكره الكيان الاسرائيلي من ناحيه، لكن احيانا بنتناسى ان الاطراف الداخليه داخل الفلسطينيين انفسهم فيهم صراع. احنا بنتكلم عن فصائل، بنتكلم عن خلاف، بنتكلم عن مشاكل. يعني القمه العربيه الان قبل ما يتم انعقادها كانوا بيتكلموا عن موضوع المصالحه بين الفصائل، وحصل بالفعل. راحوا كل الفصائل الفلسطينيه للجزائر، وتم الالتقاء والاجتماع من اجل انهاء المصالحه والوصول الى اتفاق. من المستفيد من انه ازمه الصراعات بين الفصائل الفلسطينيه؟ طبعا احنا عارفين مين المستفيد، ولكن هل معقول لحد دلوقتي القادة الفصائل الفلسطينية مش عارفين انه هيطولهم الصراع الداخلي اللي بينهم وبين بعض؟ خلاص بقى كفاية. معقول يعني حضرتك قلت 70 سنة او اكتر؟ طبعا يعني الوضع صعب جدا. طبعا انت هنا بتتكلمي على فكرة ان للاسف الشديد الاطراف الداخليه ما تعبوش. لا فعلا حاجه تتعب. الاطراف يعني الداخليه دايما تبحث عن المصالح الضيقه والمصالح الخاصه. دي نقطه. النقطه الثانيه وهي دي نقطه في غايه الخطوره جدا، انه دائما السياسه الخارجيه للقوى العظمى دائما ما تسعى الى سياسه بيسموها اطاله امد الصراع. واطاله امد الصراع دي في المناطق ان هي بتعزز هذا. يعني هي تعمل على، يعني انت لما تيجي تشوفي مثلا الامم المتحده ومجلس الامن عقد كم مره من اجل انهاء الصراع ولا الفلسطيني بيعمل حاجه، يعني لكن مع واخد كم قرار واخد كم توصيه ومجلس الامن نفسه. بالظبط. وده يرجع لايه يا فندم؟ يرجع الى مبدا اسمه ازدواجيه المعايير. طبعا للاسف الشديد انكشف يعني بشكل واضح وضوح الشمس بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. احنا شفنا بالزبط. مجلس الامن ازاي انعقد مره واثنين وثلاثه بشكل طارئ، وكمان شفنا الامم المتحده. الدوله اللي هي في مجلس الامن الدول الخمسه العظمى اللي هي ليها حق الاعتراض روسيا نفسها، فازاي هيبقى في صحيح. يعني حضرتك انت لما تيجي تتكلمي على بعد 4 ايام من العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا، مجلس الامن انعقد حوالي مرتين ثلاثه بشكل صحيح. الامم المتحده في خلال اسبوع او 2 حوالي 4-5 مرات. حضرتك انت بتتكلمي عن صراع فلسطيني اسرائيلي لمده 70 سنه ما فيش ولا توصيه ولا قرار تم تنفيذه على ارض الواقع. صحيح بيخرجوا بتوصيات وادانات وخلافه. ده اكد للعالم كله وانه ازدواجيه المعايير والكيل بمكيالين هو المنهج الرئيسي للمجتمع الدولي. وعلشان كده ده اعتقد يا فندم ان هذا هو التحدي الاكبر امام القمه العربيه في الجزائر الان. صحيح. لان انكشف زي ما حضرتك قلت المجتمع الدولي وزيف المجتمع الدولي وازدواجيه المعايير لدى المجتمع الدولي امام القاده العرب. وبالتالي المفترض ان القاده العرب هنا يتحلوا بفكره البحث والسعي عن الاراده العربيه الموحده لتجاوز كل الخلافات يا فندم. يعني وحصل قبل كده كان في مثال، يعني في حرب اكتوبر لما السعوديه تعاونت مع مصر ورفضت انها تدي بترول النفط والامارات حصل تراجعوا، حصل ضغط من الدول العربيه. يبقى الدول العربيه هو انتوا بتضغطوا وتقدروا تعملوا حاجه، ليه صحيح. بقى ما بنكملش؟ ده صحيح. هو علشان كده هو ده احنا بنتكلم على فكره التحدي الاكبر الان امام القمه العربيه في الجزائر هو فكره تخطي او تجاوز النقاط الخلافيه، وان هم اعتقد يعني ده لو حصل يا فندم ان هم جنبوا او تم تنحيه المشكلات وخاصه الخلافات السياسيه وبداوا يفكروا حتى ولو بشكل البحث عن تكتل اقتصادي او عن مسار اقتصادي ويبقى هو مفتاح لحل الازمه او حل الازمات اللي موجوده، ده هيبقى بدايه مبشره كبيره جدا. لان انت حضرتك لما نيجي نرجع يا استاذه لفكره وجود تجربه او نموذج زي الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي لما جه بدأ بفكرة التكتل الصناعي. يعني اتكلموا عن تكتل أو تجمع صناعي صلب وفحم
ثم بعد ذلك بدأوا لما توسع هذا التجمع بدأ يبحثوا عن فكرة العملة الموحدة فكانت اليورو. ثم بعد ما توسعت المصالح بدأ يتكلموا عن منطقة تجارية أو سوق تجارية موحدة، وبالتالي كانت هذه المصالح الكبيرة جدا اللي بقت في كل دول العالم كان يلزمها قوة تحميها، فكان حلف الناتو. احنا الإشكالية عندنا دايما في مشاكلنا وفي المشاكل الداخلية في الوطن العربي ان احنا بنجيب يا استاذه من النهايه، يعني ناتي من الاخر زي ما بيقولوا، اللي هو فكره لا عايزين نحل مشاكلنا، عايزين نتخطى ازمتنا، يبقى احنا نتكلم على فكره يلا نجتمع عسكريا. طب الحل حل عسكري وحل سياسي. طب ما نبدا بفكره الاقتصاد على اعتبار ان هو البوابه الرئيسيه لان احنا نتجمع من خلاله فيما بعد لنتخطى ازماتنا. خلينا ناخد مداخله هاتفيه سريعه مع حضراتكم على الساده المشاهدين. معانا اتصال هاتفي مع معالي السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. معالي السفير برحب بحضرتك يا فندم في صباح القاهره. اهلا بيك. صباح الخير. بعد اذنك حسين هريدي يا فندم. بعد اذن حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نتكلم النهارده عن القمه العربيه ويمكن عنوانها لم الشمل العربي. كنا بنتكلم دلوقتي في الاستوديو عن القمه العربيه والتحديات اللي بتواجه الدول العربيه، وكتير جدا من القضايا زي القضيه الفلسطينيه، الازمه في سوريا واليمن وليبيا، والحرب الروسيه الاوكرانيه واللي اثرت بدورها وتداعياتها على كل العالم ومن ضمنها طبعا الدول العربيه. حضرتك يعني لامس انه ممكن يحصل ايه؟ طبعا هي لسه القمه النهارده اول يوم، النهارده وبكره باذن الله، بس حضرتك توقعاتك ايه؟ نعرف من حضرتك سريعا. يعني حضرتك طبعا يعني الشعوب العربيه كافه بتتطلع الى هذه القمه على امل ان هذه القمه تمثل نقطه تحول في العمل العربي المشترك. بمعنى ان هي تفك الارتباط مع مواقف سابقه لبعض الدول العربيه تجاه المشاكل والازمات العربيه، وتمهد الطريق من جانب اخر لتعاطي جديد مع المشهد الدولي والمشهد الاقليمي والمشهد العربي الذي تبلور ويتبلور امام اعيننا في ضوء الاستقطاب الدولي الحاد حول الحرب الاوكرانيه. وانقسام العالم الى دول بقياده الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تجر باقي المناطق الجغرافيه الى فلكها من اجل مواجهه روسيا والصين. فطبعا نامل انه هذه القمه التي تنعقد لاول مره منذ 2019 ان هذه القمه حضرتك تكون نقطه انطلاق جديده للعمل العربي المشترك. نحن كما اشرت حضرتك الجلسه الافتتاحيه هتعقد بعد ظهر اليوم في الجزائر العاصمه. وتختم اعمالها غدا. فنامل ان اعلان الجزائر والقرارات الصادره عن هذه القمه تكون يعني فرصه جديده للدول العربيه وللشعوب العربيه للتعامل مع ما هو قادم في النظام الدولي. نعم. يعني أنا برضو عايزة أسأل حضرتك عن حاجة مهمة جدا، وهي أنه بعد توقف 3 سنوات منذ عام 2019 أكيد في أحداث حصلت كتير جدا في الوطن العربي، ومنها الأزمات في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي السودان أيضا. من أهم الملفات اللي حضرتك شايف أن هي ممكن تتحل سريعا، أو يعني يمكن أقول أقل الدول عندها قضايا ممكن تكون أو أقل الضرر يعني؟ والله يا فندم كل الازمات اللي حضرتك اشرت اليها هي ازمات ناجمه عن امرين. نعم. الامر الاول ما سمي خطأ في زمنه الربيع العربي. والاخر هو انه التدخلات الاجنبيه والاقليميه في الشأن العربي. وكل هذه الازمات حضرتك يعني لن استطيع ان اقول ان هي مستحيل تسويتها، وانما طالما كان هناك تدخل اجنبي وتدخل اقليمي في الشأن العربي، اعتقد هيكون من الصعب يعني اننا نتوقع ان كل هذه المشاكل او بعض هذه المشاكل تتحل سريعا يتم حلها. يعني بنأمل كلنا بنأمل، كل الشعوب طبعا العربية بتأمل حضرتك ان القمة دي تكون نقطة تحول في تاريخ العمل العربي المشترك. نعم.
أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة الهاتفية. نرجع مرة ثانية أستاذ أحمد، كنا بنتكلم عن القضايا طبعا وحضرتك ذكرت موضوع مهم كمان في كلامك، الأزمة الروسية أو الحرب بقى الروسية الأوكرانية، دي نقطة. مؤخرا كمان في قمة المناخ اللي هتنعقد في مصر كمان أيام. صحيح. حضرتك كمان ذكرت حاجة عن الاتحاد الأوروبي، وانه كنت بتقول لنا الاول الاتحاد الاوروبي اول ما تكون كانت تكتلات صناعيه، وبعد يعني كان الاول اقتصاد وبعد كده بقت سياسات. صحيح. ولكن في بعض دول الاتحاد الاوروبي، انا ليه بتكلم عن الاتحاد الاوروبي؟ عشان قيمه المناخ هاخد منها حاجه. انه في دوله زي المانيا دلوقتي مع الازمه الروسيه الاوكرانيه او الحرب الروسيه الاوكرانيه بدات تستخدم الفحم مره ثانيه. صحيح. والدول الصناعيه دي نفسها هي اللي عندها المشاكل اللي ادت الى تغير المناخ على كوكب الارض. هي صاحبه النسبه الاكبر. بالظبط. صحيح. وعانت منها الدول الافريقيه والدول العربيه او الدول الناميه. صحيح. الصندوق نفسه اللي بيتحط فيه الفلوس بقى اللي هو كام مليار المفروض يتحط كل سنه؟ المفروض 100 مليار وفقا لاتفاقيه باريس، اللي هي سنه كام؟ اللي هي سنه 2017 و15 او 2015 بالظبط. يعني من حوالي 7 سنوات كان المفروض يبقى فيه 100 مليار، تقريبا دلوقتي ما كملوش 50 حاجه. ما فيش. ما هو ده التحدي اللي هو الدول الصناعيه بتستخدم مره ثانيه المواد او اللي هي الطاقه اللي هي طاقه الفحم غير نظيفه. ده صحيح. طب ازاي وفي قمه مناخ وفي تحديات وتغير المناخ قالب العالم كله؟ يعني في ظواهر طبيعيه، عفوا مش ظواهر طبيعيه، يعني في بعض الكوارث الطبيعيه اللي حصلت مؤخرا. طبعا كله ده طبعا تحديات كبيره جدا امام القمه العربيه، ولكن احنا وامام الاتحاد الاوروبي وامام نفسه. الاتحاد الاوروبي طبعا، وامام العالم وخاصه العالم الغني زي ما حضرتك تفضلتي تماما، والعالم الصناعي، لان هو المتسبب في النسبه الاكبر بالنسبه لتهديد التغير المناخ. وفي نفس الوقت هو بيتعامل بمبدا الانانيه، ان هو لم يفي بكل يعني تعهداته، وما زال يعني مستمر في استخدام طاقه الفحم. وطبعا ده لظروف الطريقه عنده اللي هي كان سببها طبعا اعتماده بشكل رئيسي على الطاقه من روسيا. فلما دخل في خلاف مع روسيا فبالتالي الروس العقوبات فاضطر يلجأ، والا طبعا الوضع هناك هيبقى صعب جدا بالنسبه لهم، فخلاص. لكن انا هنا لما نيجي نتكلم عن القمه العربيه، نعم التحدي او تهديد المناخ امر مهم جدا، لان ده طبعا ليه تداعيات كبيره جدا على الامن الغذائي. صحيح. والامن الغذائي طبعا على اجنده وعلى جدول الاعمال بالنسبه القمه العربيه في الجزائر. مظبوط. وبالتالي انت لما تيجي تتناقشي او تيجي تتكلمي حوالين ملف من مثل ملف الامن الغذائي، يبقى لازم تتكلمي من كافه النواحي وكل الجوانب وكل المستويات عشان تقدري تلاقي حلول جذريه تقدري تتعاملي من خلالها. لكن اعتقد انه الهدف او الاولويات على قمه الجزائر الان هي رقم 1 جوهر القضيه اللي هي القضيه الفلسطينيه. ده على اعتبارها ان هي قضيه مركزيه، واعتقد ان وعايزين لازم لها قمم فرعيه كمان. ده طبعا، وعايزين يحققوا طبعا. الجزائر عايزه تحقق خطوه في هذا الملف بشكل كبير جدا. الملف الثاني امامهم ايضا اللي هو مكافحه الارهاب والميليشيات المسلحه وعدم الاعتماد على الجيوش الوطنيه. اديك شايفه حضرتك طبعا الصراع اللي بقى موجود، فدي كلها ازمات طاحنه. بالاضافه طبعا للامن الغذائي اللي اصبح حاليا هو التهديد الاكبر لبعض الدول العربيه جراء التداعيات اللي هي موجوده بسبب الازمه الماليه العالميه وموجه التضخم الكبيره اللي بيمر بها العالم. والوطن العربي زي ما ذكرنا ان هو ليس بمنأى عن ما يحدث في العالم. وبالتالي فكره تعزيز العمل العربي المشترك في كافه المسارات، سواء كان المسار السياسي او المسار الامني او المسار الاقتصادي، ده امر مهم جدا عشان يقدر ان هو يحمي نفسه ويقدر ان هو ياخد خطوه وما يبقاش يا فندم رد فعل لكل التحولات الدوليه اللي هي بتحصل. لان زمان يا استاذه كانت الاشكاليه في الوطن العربي ان كان بيتم توظيفه. يعني لما يحصل اي نوع من انواع الاستقطاب العالمي او نوع من انواع التحولات الدوليه يتم توظيفه او استغلاله في اتجاه معين عن الاخر. آن الاوان يا فندم، آن الاوان ان الدول العربيه وان جامعه الدول العربيه ان هي تعي انه الوضع تغير تماما، وان لابد ان يتم هناك نوع من انواع التعجل ونوع من انواع الاسراع لتدارك المواقف، ويحصل نوع من انواع التكتلات العربيه اللي هي تقدر من خلالها تنهض اقتصاديا، وخاصه ان هي لديها من الامكانيات والثروات الطبيعيه والثروات يعني الموارد البشريه عندها الكثير جدا اللي هي تقدر ان هي تعمل نوع من انواع التكامل الصناعي. وبالمناسبه
هناك اكثر من تجربه حصلت بالفعل على مستوى يعني نقدر نقول نماذج لبعض الدول العربيه. يعني احنا عندنا في مصر مثلا حصل نموذج مهم جدا من التكامل الصناعي بين مصر والامارات والاردن، والرئيس السيسي يعني قطع شوط كبير جدا في هذا المجال. بتتكلمي عن الشام الجديد ايضا بين مصر والاردن والعراق. اذا التكتلات العربيه دي في تجارب بعد 2016 بقت موجوده وناجحه، وبقى لها صدى كبير جدا. طيب هنا على جامعة الدول العربية ان هي تتبنى هذه التجارب الناجحة، وان هي تبدأ تعززها، وان هي تبدأ تتبناها، وتجد نوع من انواع او يعني تصنع او تخلق آليات حقيقية، بس مش مجرد توصيات. لانه كلمة توصيات دي مطاطة شوية يعني. لان احنا اشكالية جامعة الدول العربية وكل القمم السابقه ان هي كانت بتصل الى قرارات وتوصيات، لكن للاسف الشديد كل القرارات والتوصيات لما نيجي على تنفيذها على ارض الواقع القضيه الفلسطينيه بقى لها 70 سنه ما بنلاقيهاش. ليه يا فندم؟ لاني ما يعني انا باخد توصيه وفي نفس الوقت ما عنديش آلية لتنفيذها حقيقي بشكل حقيقي. انا لما اجي دلوقتي اخد توصيه وقرار ولا ما فيش النيه لتحقيقها؟ لا مش هو ما عندوش الآلية لده. يعني لما تيجي حضرتك، امال التوصيات بتطلع على اساس ايه؟ بشكل ادانات وبشكل طلب ورغبه وخلافه. لكن انا لما اجي شجب وادان، للاسف كلمه شجب الجمله دي دايما بتبقى الشجب والادان. ده صحيح. لكن انا لما اجي اتكلم في فكره وجود آلية للعقاب، يعني انا لما اخد قرار على مستوى القاده بان لابد ان يكون هناك تكتل صناعي او استثمار او استثماري بين كل الدول العربيه، وبعدين اجي يعني اراقب هذا القرار وتنفيذه على ارض الواقع، ثم أطبق آلية العقاب على الدول المتخلفة عن هذا القرار. هنا في الحالة اللي زي كده أنت أمام منظمة قوية، أمام اتحاد قوي جدا. وبالمناسبة الاتحاد الأوروبي عنده الآلية دي وبيطبقها، الاتحاد الافريقي يا فندم عنده الآلية دي وبيطبقها على بعض أعضائه. وبالتالي احنا أمام جامعة الدول العربية محتاجة أيضا إصلاح من الداخل في بعض القرارات عشان يبقى في نوع من انواع الفاعليه الحقيقيه في تنفيذ هذه القرارات وهذه التوصيات اللي هي بتخرج. بس الاتحاد الاوروبي يا فندم برضو يعني مؤخرا بدات يبقى في صراعات في دول، اعتقد ان اللي هي مستفيده من وجود الاتحاد الاوروبي الدول الصناعيه الكبرى زي المانيا مثلا، لكن في دول تانية بدات تفكر في الانسلاخ من الاتحاد الاوروبي زي فرنسا. احنا لما بنيجي نمثل بالاتحاد الاوروبي ما بنمثلش بالظرف الراهن، على اعتبار ان الحرب الروسيه الحرب الاوكرانيه بقى لها حاله استثنائيه يعني من اول بريكزيت. لكن انت حضرتك بتتكلم عن الاتحاد الاوروبي كان بيقود العالم يعني، وكان طبعا صح منظمه اقتصاديه وكبيره جدا. صحيح. واكثر من حوالي يعني اكثر من 20 دوله 25 دوله صحيح. قويه جدا من الدول العظمى وصاحبه الاقتصاديات الكبرى تحت رايته. لكن الازمه الروسيه هي خلقت نوع من انواع الاستقطاب العالمي الجديد، والنظام العالمي بدا يتغير. فبالتالي يعني بدا العالم يرى ان الاتحاد الاوروبي ينقسم على نفسه، لكن لحد الان رغم الظروف ورغم الضغوط دي كلها متمسك. يعني حضرتك مثلا هدي حضرتك مثال بسيط جدا. المانيا كدوله صناعيه كبرى هي من اكثر الدول الصناعيه المتضرره من قطع او من العقوبات اللي على روسيا وقطع الروس امدادات الطاقه عنها، لان هم بيستخدموا حوالي 40%. وبالرغم من كده الالمان مصممين ان هم يبقى نفس كلمه الاتحاد الاوروبي ونفس يعني الكلمه ومع الولايات المتحده الامريكيه. مزبوط. ده احنا ما بنلاقوهوش، لان ايضا من ضمن الاشكاليات اللي احنا بنعاني منها في الوطن العربي خاصه بعد 2011 ان هناك بعض من الدول العربيه بدات تطبق او يعني سياسه بيسموها كده تغليب المصلحه الثنائيه على المصلحه القوميه. بمعنى انا مصلحتي مع الدوله الفلانيه ماليش دعوه بالباقي، وده شفناه لشرود بعض الدول العربيه ودخلنا في مشاكل كبيره جدا. الحاجات في الماضي اللي حصلت في الماضي ونتيجه للتدخلات القوى الاجنبيه والاقليميه في التحكم في مصاير الشعوب. يعني لما تيجي حضرتك تتكلمي مثلا حاليا عن الازمه السوريه وهي أزمة طاحنة، أو الأزمة الليبية وهي أزمة أيضا طاحنة، أو الأزمة اليمنية وهي أزمة طاحنة، ينفع أن حضرتك تتكلمي عن الحل بدون في سوريا على الأخص مثلا كنموذج بدون وجود الروس مثلا كقوة عظمى؟ استحالة. بدون الولايات المتحدة الأمريكية؟ إجابة لا طبعا. تقصد إنه في تدخلات طبعا هي حرب بالوكالة يعني طبعا ويمتلكوا الحلول. وحضرتك انت مهما تكون الاراده من جواكي مش هينفع ان انت تحلي في سوريا الا ما تستدعي. استفاده الدول الكبرى دي ايه؟ ان التدخلات السافره
في الشأن العربي؟ لا يا فندم، اول حاجه يعني حضرتك قلت هل ينفع نقدر نتكلم عن القضيه السوريه بدون وجود الروس؟ الوضع صعب ايه السبب؟ ازاي التوغل كده؟ التوغل ده الناتج لاكثر من سبب. طبعا القوى الفاعله او القوى الاجنبيه هي دايما ما تبحث عن مصالحها، والمصالح هنا اما مصالح اقتصاديه، طبعا انت عارفه اهميه الطاقه واهميه النفط بالنسبه للدول دي، وده طبعا امر مهم جدا بنشوفه في وموجود ليبيا في الدول العربيه للاسف، النفط والطاقه. ده رقم واحد. رقم اتنين يا فندم اللي هو النفوذ، والنفوذ ده مصلحه كبيره جدا. يعني لما تيجي حضرتك تتكلمي عن ايران مثلا، ايران هي لماذا موجوده في اليمن، وموجوده في اليمن عن طريق جماعه الحوثي، وموجوده في العراق عن طريق حاجه اسمها الحشد الشعبي، وموجوده في لبنان عن طريق حزب الله. كل هذه الاذرع الايرانيه اللي هي موجوده هي هدفها الرئيسي حمايه النفوذ الايراني داخل المنطقه، لان الدول دي بتبحث دائما عن الرياده وعن السيطره وان هي يبقى لها وجود وقياده في الاقليم. لما تيجي حضرتك تتكلمي عن تركيا، ايضا تركيا انت عندك الاردوغان يبحث عن الماضي، فكره الخلافه العثمانيه، فكره الاسترجاع مره اخرى في السيطره، وان انا اعود كدوله عثمانيه من جديد، والطموح الكبير جدا. وبالتالي فكره النفوذ، لا ده انا محتاج ان انا اوصل العراق، ده انا محتاج ان انا اسيطر على سوريا، ده انا محتاج ان انا اروح ليبيا عشان خاطر الحقول الغاز اللي موجوده على السواحل هناك، وكمان اوصل واخش في خلافات مع الدوله المصريه في البحر المتوسط هناك ومع اليونان. يبقى اصبح فكره المصالح الخاصه والنفوذ هو السبب الرئيسي والاصيل لتدخل القوى دي. يعني لما تيجي واحنا اتكلمنا عن الروس في وجودهم في سوريا، هو اول حاجه بداوا يفكروا فيها ان هم يبقى موجودين في المياه الدافئه من خلال اسطول بحري، لان هم ما عندهمش تواجد في البحر المتوسط، وبالتالي من خلال سوريا بقوا موجودين، وبقى موجود عندهم هناك قاعده وعندهم اسطول، بقوا موجودين في البحر المتوسط. ده نفوذ يا فندم، ده بيتحقق. الصين تخيل الصين اللي هي كانت بتتبنى سياسه الصعود الصامت او الصعود الهادئ. شفنا بعد 2011 بدات تبحث في باب المندب عن ان هي يبقى عندها قواعد عسكريه. طبعا عندها قواعد عسكريه، يعني الصين عندها قاعده عسكريه في البحر الاحمر، وبالتالي اللي هي كانت تتبنى الصعود الصامت، وما عندهاش اي قواعد عسكريه خارج اراضيها. فاذا في النحايه انت امام تحولات دوليه، امام تغير في النظام العالمي بشكل كبير جدا. كل هذه التحديات وكل هذه التهديدات وكل هذه الاخطار هي امام مؤتمر القمة العربية بالجزائر. السؤال هل هينجح القادة في توحيد الإرادة وتوحيد الصف وترتيب البيت العربي من جديد عشان ان هم يقدروا ان هم يتجاوزوا هذه التحديات؟ ايه اهم قضية حضرتك شايفها ان ممكن تتحل سريعا؟ ده كان يمكن سؤالي برضو لمعالي السفير حسين هريدي، بس يعني هي فعلا تحديات كبيرة وكتيرة، بس ايه اكتر قضية ممكن تتحل سريعا؟ هو فكره الحل في قضايا حل سريع، يعني في طور الحل. احنا نقدر نقول نتمنى، وهذا هو المأمول، ان يحصل نوع من انواع التعزيز العربي، ومن خلال التكامل الاقتصادي، من خلال يعني تعزيز المشاركه العربيه في فكره توحيد الصف، ان احنا نقعد مع بعضينا نسمع، يبقى في قرارات حقيقيه نقدر نتكلم في ده. لكن فكره ان احنا نيجي دلوقتي ونتكلم، يعني حضرتك في النهارده في انتخابات الكنيست الانتخابات الاسرائيليه، حضرتك اغلقوا الضفه بالكامل، والقمه العربيه هي النهارده يعني منعقده. فان احنا نيجي نتكلم على انهاء الانفصال والانقسام اللي موجود بين الفصائل الفلسطينيه، اللي هي احنا جم هنا عندنا مره واثنين وثلاثه في مصر عشان خاطر يحصل نوع من انواع التوافق والاتفاق على شيء. راحوا الجزائر، راحوا في اكتر من دوله، وبعدين هم عمالين يلفوا كده. ففكره ان احنا نبحث عن حل سريع ده امر صعب جدا في مثل هذه القضايا. لكن كل ما نتمناه ان هو يكون هناك إرادة عربية حقيقية في فكرة التكامل الاقتصادي، التكامل السياسي، تعزيز العمل المشترك، بس بشكل جدي من خلال وجود آليات حقيقية للقمة العربية تقدر من خلالها أن هي تراقب هذه التوصيات وتراقب هذه القرارات والإعلان إن شاء الله، بحيث أن احنا نجد نوع من أنواع التقدم الملموس، والمواطن العربي يبدأ من جديد، يبقى عنده شعور
ان احنا عندنا جامعه دول عربيه قادره فاعله لها يا ريت وجود على يا الارض. رب. يمكن برضو في حاجة مختلفة في القمة دي، هي حاجة ممكن تكون إجرائية يعني، وهي إجراء القمة بطريقة رقمية شوية صحيح. والاستغناء عن الورق، لأنه قالوا كمان إن الورق مكلف. في القمم السابقة تقريبا استعملوا حوالي طن ونصف طن ونص في الخبز من الورق، التكلفه. بيتوزع 150 نسخه شيت أو نسخة تقريبا على مظبوط. كل المسؤولين الحاضرين للقمم السابقة. فقالوا إن ده هيوفر كم كبير جدا من الورق طبعا دي، أو كم هائل من الورق والتجهيزات الطباعة والكوادر البشرية. هيبقى استعمال الرقمنة نفسه صحيح. والتكنولوجي. أعتقد إن ده شيء مهم، بس يا رب يكون ليها دور في حل القضايا يعني في نفس الوقت. هو طبعا احنا لما عرفنا او ذكرنا ان السبب الرئيسي لتأجيل القمة كانت هي كورونا، ولما جات كورونا او جائحة كورونا فرضت التعامل الرقمي او التعامل التقني زي الفيديو اللي هو الاونلاين بالظبط. واخد حضرتك بشكل كبير جدا، وبالتالي بدأ العالم كله يتجه الى التحول الرقمي. صحيح. وفي جامعة الدول العربية ومن خلال الجزائر على اعتبار ان هي الدولة المضيفة والدولة الراعية للقمة هي ورئيسة القمة العربية في هذه الدورة، فبدأوا ان هم يعني يتخذوا من هذا المنهج يعني اتجاها ان يحصل تحول رقمي داخل جامعة الدول العربية، وبالفعل نفذوه على كافة المستويات، وعملوا موقع الكتروني بقى موجود داخلي، وقدروا يعني يصنعوا نظام الكتروني يقدر يحافظ على سرية الوثائق وسرية الخطابات داخل جامعة الدول العربية وخلال فعاليات القمة، وبالتالي أصبحنا أمام نظام إلكتروني مكتمل. نتمنى هي طبعا وفر تكلفة مالية وتكلفة بشرية أيضا، لكن احنا نتمنى ان هذا التطور الإيجابي يكون له مردود على انه يبقى في تطور إيجابي من حيث السياسة ومن حيث المسارات ومن حيث القضايا نفسها. صحيح. يمكن قمة الجزائر برضو يعني هنعرف كده معلومات مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، انه اول قمة في الجزائر كانت في سنة 73 في نوفمبر. ده صحيح. هنقول بس حاجة كمان، ان النهاردة الاول من نوفمبر هو عيد تحرير دولة الجزائر 68. هو فكرة المناسبة نفسها. صحيح. نتمنى ان هي تبقى فائق لخير يا رب. ان يحصل نوع من انواع التحرر في الافكار الخلافيه، لان ده لو حصل ان احنا تجاوزنا زي ما ذكرنا واكدنا ونؤكد الاشكاليه يا فندم هي فكره تجاوز نقاط الخلاف. صحيح. حضرتك لو ده حصل بين الدول الاعضاء وبين القاده وبين الدول اللي فيها صراعات وفيها مشاكل كبيره جدا، صحيح. ان احنا ننحي الجانب الخلافي جانبا ونترك السياسه الان ونبدا نتحدث عن المفتاح الحقيقي، ازاي نقدر نواجه جميعا التكتلات الازمه او التهديدات الامن الغذائي، ازاي نقدر نواجه جميعا ازمه المناخ وتغيرات المناخ، ازاي نقدر نعمل نوع من انواع التكامل على اساس ان الدول الاخرى والمجتمع الدولي يبدا يحترمنا ويبدا ينظر الينا بنظره احترام ونظره ثقل، على اعتبار ان احنا لنا دور حقيقي وقوه فاعله نقدر من خلالها، وخاصه ان احنا نمتلك موارد بشريه، نمتلك ثروات طبيعيه، نمتلك النفط، نمتلك الغاز، ثروات طبيعيه نقدر نتحكم في حاجات كتير جدا مع الدول الكبرى طبعا، بالاضافه للموقع الجغرافي. هو حضرتك يا كوميديا سوداء طبعا للاسف شديد. هو حضرتك دلوقتي رغم اللي بيحصل حاليا في الازمه الروسيه الاوكرانيه، ورغم الاطراف اللي موجوده هناك، السعوديه بتجر كطرف الان. ليه يا فندم؟ لان هي المنتج الاول للنفط، إذن هي بتتحكم في مجريات الامر رغم ان الحرب بعيده عننا خالص. صحيح. فبالتالي الدول العربيه والمنطقه الوطن العربي جغرافيا وامتلاكها للثروات الطبيعيه والموارد البشريه، بتتكلمي عن اكثر من 140 مليون يعني كوادر بشريه، وضع يعني ضخم، مليون حاجه كبيره جدا وحاجه يعني عندنا الامل. خلينا عندنا امل وهذا ما نتمناه طبعا من خلال الله. ان القمه العربيه ان شاء الله في الجزائر إن شاء الله. يبقى في نوع من انواع المخرجات والتوصيات الحقيقيه اللي هي ترضي المواطن العربي وترضي الوطن العربي، بحيث ان هو يتعدى ويتخطى الازمات والتجاوزات وللاسف الشديد اللي هي موجوده. دي تعتبر رابع قمه في الجزائر، الاولانيه كانت سنه 73، الثانيه كانت سنه 88، الثالثه 2006، والسنه دي 2022. بنامل طبعا النجاح نامل طبعا ان شاء الله.
ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده مره ثانيه. مشاهدينا بنشكر الاستاذ احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لحضرتك يا فندم، شرفتنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بنستكمل مع حضراتكم فقراتنا النهارده، الفقره التاليه عن التعاون بين وزاره البيئه والبحث العلمي ومشاركه ايضا الامانه العامه لاتحاد المهندسين العرب عن المدن الذكيه ومستقبلها في مصر. نشوف مع حضراتكم الفقره ونرجع نستكمل اخبارنا وفقراتنا في صباح القاهره.